شكون اللي غادي يدوز غدا المقابلات ديال الثمن النهائي ديال كأس إفريقيا؟ الماتش الأول الجزائر كونتر RDC. الجزائر بينات على مستوى محترم في الدور الأول من كأس إفريقيا، وكانت عندها واحد القوة هجومية شحال هادي ما شفناها في المنتخب الجزائر. في المقابل الكونغو الديمقراطية كانت فريق صعب المراس في الدور الأول ديال كأس إفريقيا، لذلك فكننتظروا أن المقابلة غادي تكون مقابلة قوية. المنتخب الجزائري بين على واحد الضعف في الجانب الدفاعي في بعض فترات في المقابلات ديالو في الدور الاول، خصوصا في الماتش ديال السودان. لذلك فانا كنظن بان الماتش غادي يسالي بطبيعه الحال جوج فراقي غادي ماركيو، ولكن كنظن فوز ديال ار دي سي بجوج لواحد. اللقاء الثاني غادي يجمع كوت ديفوار حامله اللقب بوركينا فاسو. كوت ديفوار في الدور الاول كانت متميزه، والارماده النجوم ديالها تالقوا قياده كيسي واماد وبينوا على مستوى رائع. بوركينا فاسو في المقابل كانت حتى هي في الموعد وربحات جوج لقاءات في الدور الاول، وخسرت لقاء امام المنتخب الجزائري. اللقاء ما غاديش يكون سهل الفياله، ولكني كنظن بان بالخبره ديال اللاعبين ديالها غيقدروا انهم يحسموا هذا اللقاء. كنتظر ان النتيجه تكون 1-0 حتى 2-0. كانوا هادو التوقعات ديالنا المقابلتين الاخيرتين من دور الثمن النهائي ديال كاس افريقيا. فشاركونا في التعليقات شنو هما التوقعات ديالكم، وغدا غادي نشوفوا النتيجه ان شاء الله.